مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين: إدماج كنوس في لا سينيسيس خطوة نحو الإصلاح أم تلاعب بمصير الصحة المغربية؟ قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها التام لمشروع قانون رقم 54/23 معتبرة إياه اعتداء على مكتسبات العمال المغاربة. وأوضحت النقابة أن هذا المشروع الذي يقضي بنقل أنظمة التأمين الإجباري عن المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهدد منظومة التأمين الصحي الحالية. وأكدت النقابة أن المشروع يسعى إلى تفكيك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي قدم خدمات تأمينية مميزة لملايين الموظفين وتحويله إلى نظام قائم على تسليع التأمين عن المرض، مما سينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة وسيؤدي إلى تقليص نطاق التغطية الصحية. أشارت الكونفدرالية إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بشكل انفرادي ودون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مما يمثل انتهاكا لمبدأ الحوار الاجتماعي. كما اعتبرت أن المشروع يخدم مصالح جهات معينة تسعى للاستحواذ على القطاع الصحي. وفي سياق متصل استنكرت النقابة ما وصفته باستفراد الحكومة بطرح المشروع، واعتبرت ذلك امتدادا لسياسات حكومية سابقة وحالية تستهدف منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، حيث تم إعداد هذا المشروع خارج آلية الحوار الاجتماعي وبإملاء من تحالفات بين السلطة ورأس المال. وحذرت النقابة من أن مشروع قانون رقم 54/23 يهدف إلى نقل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بالقطاعات العامة إلى أخرى مختصة بالقطاع الخاص، مما يعزز توجها نحو نظام فردي قائم على القدرة المالية بدلا من نظام التضامن الجماعي. وأكدت أن ذلك سيلحق ضررا كبيرا بالعمل التعاضدي ويهدد حقوق المؤمنين. كما اعتبرت النقابة أن إصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع دون مراعاة حقوق المؤمنين ودور التعاضديات في تقديم خدمات حيوية قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية كبرى، إضافة إلى تهديد وظائف مئات العاملين في هذه المؤسسات. وفي الختام دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إعادة فتح النقاش حول القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها ملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ضمن إطار حوار اجتماعي حقيقي ضمن إشراك كافة الأطراف المعنية.